السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات وغبت عليكم يا حبايبي علشان كان عندي ظروف كده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يشفي كل مريض يا رب. النهاردة هنعمل بقى بقسماط يا حبايب قلبي بطريقة سهلة وبسيطة. وتعالوا بقى نعمل بقى البقسماط بتاعنا. هنا بقى يا حبايب قلبي هنحط 4 كوبايات دقيق. انا غسلتهم وعملتهم. دول 4 كوبايات دقيق يا حبايب قلبي. هنحط عليهم السكر بقى. دول 2 معلقة سكر يا حبايب قلبي. هنحط عليهم هنا مية دافية عشان نعمل الخميرة. هنحط نص معلقة خميرة. وهنا هحط فانيليا. انا بحب احط الفانيليا. فانيليا بتخلي المعجنات كده ريحتها حلوه. وهنا برضو نص معلقه ملح هندوبها مع الخميره علشان لو الملح خشن ولا حاجه. طبعا انا عامله ميه دافيه علشان الخميره. وكمان الجو على البرد تعملي بميه دافيه علشان العجينه بتاعتك تخمر منك بسرعه. هنغطي عليها هنا كده ونسيبها تخمر. هنا بقى هنحط نص معلقه بيكنج باودر. مكتريش بيكنج باودر ده مكلكع هنخله. كده يا حبايبي هنقلب بقى المكونات بتاعتنا. هنا هحط نص كوبايه زيت، يعني اقل من نص كوبايه. حطيت معلقه سمنه عشان السمنه تخليه كده حلو. الزيت بيخلي البقسماط مقرمش، ومعلقه السمنه ديت بتخليه كده ناعم كده وحلو. معلقه واحده. حطيت شويه ملح، يعني ما تكتريش الملح قوي عشان ما يبقاش حادق قوي منك. انا حاطه معلقتين سكر صغيرين. هحط الخميره عشان الميه بتاعتنا لو احنا ما عاوزناش ميه كتير. الخميره انا متاكده منها لان انا بشتغل بها على طول.
وتبقى العجينه ناعمه كده وحلوه وما تفتحش منك كده وانت بتعملي اهي. دي العجينه يا حبايب قلبي. هنسيبها بقى تستريح شويه 10 دقايق كده وبعدين ايه نشكلها. دي السمسم بقى يا حبايب قلبي اللي احنا هنعمله. دي العجينه بتاعتنا اهي، مش هخمرها قوي يعني، يا دوبك تترفع كده. انا جبت الصينيه وهدهنها بقى دهنه خفيفه خالص اهي. هنعمل بقى يا حبايب قلبي، هنقطع بقى ايه جيبي من جوه كده اهوت لبره، هتلاقي ايه العجينه بتفرد معاكي. عايزه تخنيه بقى تخنيه، عايزاه كده رفيع عادي في ايدي. ولا حطيت على ميه ولا اي حاجه. كده يا حبايب قلبي عملنا الصينيه بتاعتنا اهي. هنسيبها بقى تستريح شويه من ربع ساعه كده، ونحطها في الفرن، نكون مولعين الفرن بقى والفرن سخن، نحطها على الشبكه. كده يا حبايبي البقسماط طلع من الفرن اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي زي العسل. هنسيبه لما يبرد بقى شويه، وبعدين ايه نفرغه بقى ونوريهولكوا الشكل النهائي.
ربنا يسعدكم يا حبايبي ويكبر خواطركم ويبارك في عمركم يا رب. احلى لايك واحلى اشتراك لأم مصطفى. كده بقى يا حبايبي نعمل بقى كوباية الشاي الجميلة بتاعت البقسماط. كده يا حبايب قلبي اليوم بتاعنا كده خلص معاكم. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم. احلى بقسماط من ايد ام نور، يستاهل بقكم كده يا حبايبي. شايفين بسم الله ما شاء الله. ده البقسماط بتاعنا اللي احنا عملناه 10/10 يا حبايب قلبي. وعملنا ليه الكحك الافران ده برضو من نفس العجينه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدكم يا رب ما تنسوش بقى تحطوا له لايك، تشتركوا عندي، اللي مشتركش عندي يشترك عندي. ربنا يسعدكم يا رب. حطوا له لايك كده وفعلوا له الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. شايفين يا حبايب قلبي البقسماط بتاعنا هش من جوه ازاي وجميل. بسم الله ما شاء الله. حطوا بقى في الشاي كده تلاقي البقسماط يبقى يفش معاك كده ويبقى جميل. شايفين يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. بقسماط زي العسل. ودي كان الروتين بتاعنا النهارده يا حبايبي. متنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.